السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ تعالوا بقى نعمل الطريقة بتاعت ايه كيكة الترند الجديد ديت القطرافة. انا الصراحة مش عارفة اقولها والله، بس حاجة كده. هي بالجل واللبن. بصوا جميلة جدا، حاجة تحفة جدا، شكلها جميل جدا. يا جماعة هي مش زي بتاعت نادية السيد، بس برضك حاجة كده جميلة جدا والعيال فرحانين بيها. وبصوا يعني الجل كله جميل جدا يعني في قلب اللبن، واللبن لون معايا بس حاجات بسيطة اهي. بصوا بس شكلها جميل جدا ومفرح، والعيال فرحانين جنبية واقفين عاوزين بص عاوزين ياكلوها اكل كده. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الحلاوه دي ازاي. بس خطوه خطوه هتعرفي برضك تعمليها واحده واحده. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا احلى حبايب في الدنيا. متنسوش بقى اللايك، اهم شيء اللايك، اللايك مش بكهرب. يلا نخش على المقادير ونشوف الخطوات اللي احنا عملناها، بس اكيد هتظبط معاكم احلى واحلى واحسن كمان مره. يلا نخش نشوف المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون تمام. النهارده جينا لكم بوصفة جديدة جدا، حاجة كده في منتهى الروعة للاولاد يرطبوا على قلبهم. جينا لكم بقى في فيديو جديد، هنعمل كيكة الافويتاير. حاجة كده بالجيلي واللبن، حاجة كده دسمة ليهم. مدخلينهم اللبن فيها. هوريكم بقى ايه المقادير معايا، تابعوني. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل معاكم الفراولة. هنجيب بقى الكوبايتين مية سخنة، هما هنا كاتبين عليها 4 كوبايات مية، احنا هنعملهم بكوبايتين مية سخنة ونص كوباية مية ساقعة عشان ايه يبرد معانا على طول. نوع الجيلي اهو، انا جايبه بالفراوله اي نوع انت تحبيه. اه فضيته، هو باكت كبير، لو عاوزه تعملي اللي هو الصغيرين جيبوا الباكت الصغير. كوبايه اهي، هنفضي كده وهنجيب كوبايه تاني. الكوبايه التانية اهو، هي ميه سخنه اوريدي اهي. هندوب كله، هنجيب بقى نص كوبايه ميه دافيه عشان ايه يبرد معانا على طول ويجمد معانا على طول. هو بيقعد معانا من ساعه لساعتين. اه هنجيب بقى نص كوبايه وارجع لكم. بقى إيه صينيه، اي حاجه، علبه، اي حاجه اوريدي، اي حاجه كده. انا حطيت نص كوبايه ميه دافيه. انا دهنتها شويه زيت من غير نكهه، يعني الزيت نضيف جدا مش بتاع التوميه. هنفضي فيها وهنحطها بقى في التلاجة. وهنعمل برضك كل جيلي المانجا، هنحط برضك نفس المقدار، كوبايتين ميه على نص كوبايه ميه ساقعه. بقى جيلي الاناناس انا كل ما بعمل حاجه بحطها في التلاجة على طول عشان تجمد معانا على طول. معانا الفراوله ومعانا المانجا ومعانا الاناناس. وفي الفراوله قسمته نصين، حطيت لون احمر غذائي، لو عندك لون احمر او اي الوان ممكن تشكلي براحتك بطعم اللي انت عاوزاه. عادي يعني ما يجروش حاجه. هوريهولكوا بردك لما اقطعه بردك. انا حطيتهم في التلاجة مع الباكت الجيلي دوت. هنحط عليه المقدار الميه وهنحطه بردك في التلاجة وارجع لكم تاني بعد ما يجمد. وصلتوا لغايه هنا؟ ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ورجعت لكم تاني بعد ما حطيناهم بقى في الفريزر او في التلاجة. ده بالاناناس، ومعلش بقى اللي هو الالوان ايه يعني الاناناس والمانجا زي بعضيهم، والفراولة. ادي الفراولة وادي المانجا، دي المانجا. انا ما عنديش بس الوان، عملت بس كده، ما لقيتش الوان اكتر من كده صراحة. هقطعهم واحطهم في البولة وارجع لكم. يا جماعة انا قطعتها، السكينة باينة اهي. هنجيب بقى السباتيولا هنعمل كده اهي. دي هتطلع معانا على طول سهلة اهي، اتقطعت معانا اهي. هقطعها وارجع لكم. الصينيه اللي انا هحط فيها حطيت فيها شويه زيت، بس ايه زيت اللهم صل على النبي، ملوش ريحه ولا ليه طعم ولا اي حاجه خالص، زيت نضيف جدا. دهنتها زيت كده. وهنحط بقى الجيلي وهنحطهم في التلاجة عقبال ما نجيب ايه الخطوه اللي ايه التانية. نقلب بقى الجيلي الفراوله كده في بعضيه اهو، زي ما انتوا شايفين الفراوله بالمانجا. الاناناس انا سايباه شويه اهو. هفضي بقى الخطوات دي كلها
في قلب الصينيه هنا. الالوان جميله جدا. بصوا بيرقص. هجيب بقى الخطوه التانية، هحط دول في التلاجة وارجع لكم. معايا نص كيلو لبن مغطيه عليه، وهنجيب بقى 4 معالق سكر على حسب التحليه اللي انت عاوزاها. هنعملها بردك ايه اللي هي كيكه الافيتار. هنعملها معاكم. ومعايا جيلاتين معلقتين، كل كوبايه هو نص كيلو كوبايتين لبن. هنحط ايه معلقتين جيلاتين عليهم، معلقتين جيلاتين واربع معالق سكر، وهنقلبهم جامد. بقى انا ايه اللهم صل على النبي، سكر. وهنجيب بقى الجيلاتين بتاعنا، معلقتين جيلاتين نباتي اهو، معلقه تانية اهي. وهندوبهم كده في المضرب. هندوبهم قوي ونسيبهم يغلوا شويه وارجع لكم. يا جماعه اهو بدا يغلي معانا، قرب يغلي معانا اهو. ممكن تعمليه بنشا، ممكن تعمليه بالكاستر او بالكراميل، على حسب برضك احتياجك، على حسب برضك ايه اللي موجود عندك. اهو بدا يغلي، هنسيبه يغلي شويه وهوريكم برضك شكله هيبقى عامل ازاي. اه هو بيغلي معانا، هنسيبه يغلي شويه. يا جماعه احنا قفلنا عليه دلوقتي، وهنسيبه بقى يبرد تماما وارجع لكم. قوي برضك ما يبردش قوي، يبرد ايه يعني ايه، دافي كده يا دوب. الفواكه بتاعتنا، الجيلي بتاعنا المانجا والاناناس والفراوله اهو. وهنجيب بقى ايه، احنا بتاعنا بردنا خالص تماما، يعني ايه يعني دافي كده. هنفضيه عليهم كده واحده واحده وارجع لكم. الوانها جميله جدا صراحه، بصوا اشكالها جميله جدا. هنحطها بقى في التلاجة لتاني يوم، هنحطها في التلاجة لتاني يوم. بصوا شكلها جميل جدا. هوريكم بردك لما نيجي نقطعها. تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هقطعها لكم في اول التقديم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. مع السلامه.